أهلا بيكم في قناة وصفة من دهب. النهاردة إن شاء الله هنحضر مع بعض الكاتشب بطعم روعة وبمقادير مظبوطة، وهنوفر كالعادة، وهنعمله زي البراندات الكبيرة بالظبط. الوصفة النهاردة سهلة جدا ومش بتاخد وقت خالص، بس نعمل المقادير بالظبط هيطلع معانا أحلى كاتشب ومش هنشتريه من بره تاني. هنعمل الكاتشب النهاردة من الصفر، يعني من أول ما كان طماطم لحد ما هنخليه كاتشب، والطريقة بتاعت النهاردة دي زي الشركات بالظبط. إن شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة والضغط على علامة الجرس عشان يوصل لكم إشعار بوصفاتي الجديدة. النهاردة عندنا كيلو ونص من الطماطم الحمراء، ولازم تكون حمراء كده عشان تدينا اللون الحلو بتاع الكاتشب. تمام. وعندنا معلقة صغيرة من الملح أو حسب ما انتوا عايزين في الآخر تدوقوا الملح بتاعها، عايز حبة كمان زي ما انتوا عايزين. نص معلقة من البصل البودر وتومية وسط، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود أو الأبيض، واحدة من القرنفل أو رشة بسيطة من القرنفل برضو البودر. عندنا معلقة كبيرة مية، وهندوب فيها نص معلقة نشا، ومعلقتين كبار من السكر، ومعلقة كاتشب، ونص كوباية خل. بس مش محتاجين حاجة تانية اكتر من كده. هنقطع الطماطم ونضربها في الخلاط. تمام. عشان طبعا تبقى سهلة في التسبيك. هنا بعد ما ضربنا الطماطم، تمام، بس طبعا مش هنسيبها كده لان هي دلوقتي فيها القشر بتاعها وفيها البذور بتاعتها، فاحنا هنصفيها كويس جدا عشان ناخد الملمس الناعم بتاع الكاتشب بتاع بره. هنجيب مصفى كده ونبتدي ننزل فيها حبة حبة ونصفيها لحد ما نشيل منها البذور والقشر وكل حاجة. كل ما تبقى ناعمة كل ما تبقى شبه بتاعة بره بالظبط. تمام. انا هنا لقيت المضرب السلك مش نافع، فجبت الاسباتيولا عشان اعملها، فلقيت ان هي الفيديو هيطول، فهقطع يعني هعمل كات دلوقتي، ولما اخلص خالص هنجرب بقى في حلة على النار، وهنحط الطماطم. هنا اهو في حلة على النار حطينا الطماطم كلها اللي احنا ضربناها في الخلاط، وهننزل بالتومية. تمام. وهنقلب كده بسيط وهنسيبها، ومن وقت للتاني هنقلبها تاني. بصوا هي بدأت تغلي اهي، فانا دخلت قلبتها تاني. بصوا هنا المية بتاعتها تعتبر خلاص ما بقاش فيه مية، فهنبتدي نشيل التوم، وما تنسوش تشيلوا فص التوم، لازم يتشيل. تمام. وهنبتدي بقى نتبلها. هنحط التوابل بتاعتنا ونقلب حلو قوي، نقلبهم حلو قوي. تمام. ريحتها جميلة والله، ريحتها بدأت تطلع. تمام. بعد ما حطينا التوابل هنحط الخل. اعملوا المقادير مظبوطة بإذن الله هيطلع معاكم روعة والله يا جماعة. وهنا هنحط السكر، وبعدين هنحط معلقة الصلصة ونقلب برضو. تمام. لحد ما نحس ان السكر يعني نوعا ما داب مع الصلصة. تمام. هنقلب بقى بعد ما حطينا ده كله بالظبط كده. تمام. واحنا بنقلب كده هي لسه على النار، احنا ما شلناهاش من على النار. هنا بعد ما حطينا كله وسبناها على النار شوية، هنبتدي بقى نحط معلقة المية والنشا عشان يربطها شوية، يخليها بنفس التخانة بتاعة الكاتشب بتاع الشركات. تمام. واول ما هنحطه هيربط شوية ويمسكها شوية، وخلاص على كده. كده يبقى خلص الكاتشب بتاعنا. شايفين؟ وهنعمل هنا اختبار عشان نعرف قد ايه ان الكاتشب بتاعنا ناجح. لو احنا حطينا معلقة صغيرة على طبق كده وميلناه وما نزلش منه مية، نزل تخين كده بالسمك ده، يبقى كده الكاتشب بتاعنا ناجح وتحفة. انما لو نزل مية يبقى لسه محتاج يقعد اكتر من كده على النار. وبس كده خلصت الطريقة بتاعتنا. شفتوا بسيطة ازاي؟ ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وفي امان الله.